بكل الخير مشاهدي الافاضل اينما كنتم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى النصف النهائي الثاني لمباريات كاس العالم الجاريه وقائعها في ابو ظبي الاماراتيه، في المواجهه التي تجمع بين الفريق الاماراتي نادي الجزيره الذي يريد ان يدخل التاريخ في مباراه تاريخية بالنسبه اليه، يواجه من خلالها نادي ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا للسنه الجاريه، وبالضبط للموسم الماضي في حضور جماهيري غفير. نادي الجزيرة الذي لعب 3 مباريات لحد الآن وتمكن من الإطاحة بنوادي صعبة في هذه المنافسة طبعا وفي هذه الكأس العالمية. نادي الجزيرة الذي هو ثالث فريق آسيوي يواجه ريال مدريد، هو ثالث فريق إماراتي أيضا مشارك في الكأس العالم للأندية بعد الأهلي والوحدة. الضغط العالي والرتم العالي للريال والتسديدة من رونالدو يسدد كرة من بعيد، أول محاولة يا لوكا مودريتش قريب منه، الكرة لرونالدو، رائعة رائعة طبعا من علي خسيف بعد الروعة الأولى من رونالدو بالراس. إيسكو نفذ الركنية بالراس، كرة صعبة، جول لا بنزيما، لا لعبة بيار هذه الكرة الصعبة جدا. علي خسيف مرة ثانية ينقذ نادي الجزيرة، يستلم مرة ثانية لوكا مودريتش، تسديدة رائعة، التسديدة والصد الرائع من علي خسيف، قص لوكا مودريتش، جول. هاي الإعادة بنزيما، التمريرة الرائعة لرونالدو والصد الرائع من الحارس طبعا، الشغل اللي قام به المدافع فارس جمعة هو اللي عطل رونالدو. لنادي الجزيرة علي مبخوت، المراوغة دخل علي، يراوغ، كرة من إيسكو، بنزيما رونالدو، الحارس يصد مرة ثانية، الحارس يصد 5 كرات صعبة. من هنالك إيسكو على الجهة اليمنى، إيسكو التوزيع وكريم فريقا في الجهة المقابلة شفنا حارس مبارك بوصوفة في تنفيذ المخالفة، كم كانت صعبة هذه الكرة. محمد العايض في القائمة الثاني كاد يلحقها كرة مبارك، كانت حكيمي من هنالك، كرة بعيدة لبنزيما، يصنع الحدث علي خسيف ببراعته ومهارته وقوته وحسه وكل هذه الصدات الرائعة جدا لحد الآن. رائعة انطلاقة من هناك علي مبخوت، كاد يفعلها علي مبخوت ويسجل جول. فرصة ثانية لنادي الجزيرة مقابل 6 أو 7 يحاول المرور، هايلة من إيسكو، التوزيعة خطيرة بالراس وجول. لا، الحكم يقول لك خطأ من رونالدو، الحكم يقول فيه دفع من رونالدو ويرفض هذا الهدف. في القائمة الثاني كان بنزيما لما باغته الحارس من أمام رومارينيو، وصلها لكازيميرو، التسديدة بعيدة هنا من قبل ماتيو كوفاسيتش. يا خسيف، إيسكو يحاول مرة من أمام مسلم فايز، هاي المراوغة، إيسكو، الحكم يقول خطأ. كل شيء مع نادي الجزيرة ومع علي خسيف، الهدفان اللذان سجلهما الريال رفضهما الحكم بحجة الخطأ، والكرات كلها التي سددها لاعبو الريال صدها علي خسيف. أعطيني حظك يا علي خسيف، ليس كله حظ طبعا، ولكن أعطيني حظك يا علي خسيف. ماذا هنالك؟ الحكم احتسب الهدف؟ نعم احتسبه. في نهاية المطاف حكم المباراة احتسب وقال هدف. مش عارف الأمر إذا كان فيه بنزيما متسلل أم كازيميرو ارتكب خطأ، مش عارف. هاي الإعادة، شوف بنزيما في القائمة، شوف متسلل بنزيما في الكرة هذه، نعم في وضع التسلل، هل يؤثر أم لا؟ الحكم هو اللي قرر، خاصة إذا سجلت كرة خطيرة من هنالك رومارينيو، جول فعلها البرازيلي رومارينيو، سجل جول. نادي الجزيرة متفوق على الريال في
في نهاية الشوط الأول في نصف نهائي. وجول وجول وجول، جول ثاني لنادي الجزيرة الإماراتي على الريال. مبارك بوصوفة يفعلها ويسجل جول لخالد. نعم في وضعية تسلل تقريبا. نعم الكرة الآسيوية والكرة العربية كذلك في هذه المباراة. رونالدو جول، فعل كريستيانو رونالدو عدل النتيجة وأصبح ثالث لاعب يسجل في ثلاث منافسات لكأس. الآن نعم لوكا مودريتش تقدم بنزيما والحارس. لحظات من عمر المباراة. خروج خليفة 17 دقيقة لعب. بنزيما راح متسلل الأملاء، الحكم يقول له بنزيما. رونالدو كان وحده يا كريم. خالد السناني ينقطع عليه البرازيلي على الجهة اليسرى، معاه الفارون اطلبها اسينسيو في اولى الكرات. اسينسيو دخل، اسينسيو ارضية بنزيما والقائم مرة ثانية. ثالث فرصة لكريم بنزيما، هو ليس محظوظ حتى في الدوري، مسجل فقط هدفين كقلب هجوم. اسينسيو مرة ثانية يدخل اسينسيو رائع، كرة خطيرة أول كرة لأحمد ربيع كاد يفعلها ويسجل. الحكم لاعب مارسيلو لوكاس فاسكيز وجاريث بيل وجول. دخل المنقذ جاريث بيل في الدقيقة 81 ويسجل الهدف الثاني للريال بشق الأنفس بعد جهد جهيد. 40 ثانية أو 30 بعد دخول جاريث.